احنا اخيرا في جبل سانت كاترين. بس هو ليه اصلا اسمه سانت كاترين؟ الحقيقه هو ما اسموش جبل سانت كاترين ولا حاجه، ربنا سبحانه وتعالى هو بنفسه اللي سماه جبل طور سيناء. وفي سوره المؤمنون في الايه 20 بنلاقي الآية صريحة: وشجرة تخرج من طور سيناء. طور سيناء، كلمة طور هي الجبل العظيم، وسيناء اللي هي احنا فيها دي، اللي المنطقة دي اسمها طور سيناء، يعني الجبل العظيم في سيناء. وده مسمى رباني سماه ربنا للمكان ده. ولما حصلت القصة بعد كده بتاعت سيدنا موسى انه وصل المكان ده، طلع هنا فوق القمة وحصل اللقاء بينه وبين ربنا وكلمه، اتغير بعد كده اسم الجبل تيمنا بالحدث العظيم اللي حصل هنا علشان يبقى اسمه جبل موسى. الكلام ده حصل سنة 1300 قبل الميلاد، يعني من حوالي 3300 سنة من النهاردة. بنوصل للقرن الرابع الميلادي، يعني حوالي سنة 300 وحاجة ميلاديا، في عصر الامبراطور الروماني مكسيانوس. هنا كان في قديسة مسيحية جليلة اسمها كاثرين أو كاترين. اسم سانت كاترين ده، سانت اللي هي سان كاثرين، ده اسم فرنساوي سان معناه القديسة، وكاثرين اللي هي كاترين. كانت عايشة واضطهدها الامبراطور الروماني في الفترة دي، رفضت ان هي تتخلى عن الدين المسيحي، واستشهدت في الفترة دي. رواية بتقول ان الملائكة شالتها وجابتها دفنتها هنا في الجبل العظيم اللي كانت بتتروي دايما قصصه باستمرار بسبب سيدنا موسى. علشان يمر الوقت ونوصل للقرن السادس الميلادي، يعني حوالي سنة 500 وحاجة، بعدها ب 200 سنة نيجي بقى للعصر البيزنطي في عصر الامبراطور كاستينيان، علشان يعرف ان القديسة كاثرين رفاتها اتلقت موجودة هنا في الجبل ده، وعرف قصتها وقرر ان هو يكرمها ويبني لها دير للعبادة فوق قبرها اللي موجود هنا في المكان، علشان يتسمى المكان بعد كده ويتغير اسمه من طور سيناء ثم الى جبل موسى ثم بعد كده الى جبل سانت كاترين.